لو انت طالب وعايز تعمل فلوس وانت بتدرس فالفيديو دوت هو انسب فيديو ليك. طيب في الفيديو دوت هتكلم معاك عن 5 مهارات تقدر تعمل منهم فلوس وانت طالب من غير ما تدفع ولا جنيه على اي كورسات ولا اي حاجة. كل اللي انت محتاجه ان انت بس تركز معايا في الفيديو ده للاخر، وهعرفك ازاي تتعلم كل مهارة منهم، وكمان هوريك اصحاب المهارات دول بيعملوا كام دلوقتي في 2026. مع العلم ان المهارات اللي انا اعلمها لك دي هي المهارات الاكثر طلبا في 2026 بناء على تقارير كتير اتعملت. فلو اول مره تشوفني او شفتني قبل كده وما عملتش لسه سبسكرايب، فيا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده، علشان انا في القناه هنا بعلمك مهارات جديده تقدر تعمل عن طريقها فلوس. يلا نخش في الموضوع على طول ونتكلم عن اول مهاره معانا النهارده، وهي انك ازاي تبقى AI تشات بوت ديفلوبر. مهاره مطلوبه جدا في 2026 وبتقدر تعمل منها اكتر من $2000 في الشهر لو اتقنتها بشكل كويس، وده هوريهولك فعلي بالارقام من اكونتات ناس على ابورك. لو انت اول مره تتفرج عليا فانا الحمد لله توب ريتد بلس على ابورك، وفي اقل من 10 شهور قدرت اعمل فوق ال $24,000 الحمد لله، وموجود على البلاتفورم بالساعات كل يوم، وبشوف ايه المهارات اللي مطلوبه وايه المهارات اللي مش مطلوبه، وكل مهاره بشوف ايه اللي بيتطلب فيها زياده كل يوم. فتابع الفيديو للاخر واوعدك ان انت هتستفاد، وهكون سايب لك كل المصادر في الديسكربشن تحت. طيب ازاي اكون AI تشات بوت ديفلوبر، وهل الموضوع دوت محتاج ان انا اتعلم برمجه ولا لا؟ باختصار الموضوع مش محتاج ان انت تتعلم اي برمجه او اي نوع من الاكواد، دي نون كود سكيل بتقدر تتعلمها بدون ما تتعلم اي كود نهائيا. كل اللي انت محتاج تتقنه هما تو تولز او اداتين تقدر تبدا بيهم، والاداتين دول عاملين كورسات كمان ببلاش تقدر تتعلم منهم، وفي ناس كمان كتير قوي على اليوتيوب بتشرح الادوات دي وازاي تقدر تشتغل عليها. اول اداه معانا هي اسمها ميني تشات، وميني تشات طبعا معروفه هي الناس بتقدر تأوتوميت بيها الردود على الانستجرام والفيسبوك وكده. يعني مثلا لما بيجي لك كومنتات على الفيسبوك او على انستجرام، الميني تشات بتقدر ان هي ترد على الكومنتات ديت وتبعت كمان رسائل للناس اوتوماتيكلي بدون ما الشخص يتدخل. يعني مثلا هتلاقي صاحب البوست بيطلب من الناس ان هم يكتبوا كلمه معينه في الكومنتات وليكن كلمه AI، واول ما يكتبوا كلمه AI خلاص بيروح الميني تشات يبعت لهم في الرسائل مثلا لينك معين او PDF او ايا كان. طيب اللي بيقدر يعمله كمان ميني تشات ان هو بيقدر يبني تشات بوت يقدر ان هو يرد على الرسائل بتاعت الناس، ولكن بطريقه احترافيه مش طريقه تقليديه.